هلو، صباح الخير او مساء الخير عليكم. يعني موضوع النهارده انا عايز اتكلم على موضوع انا متابعه كده بقالي كام يوم. طبعا الاستاذ هشام المصري حبيبي يعني، بس انا برضه مش بهاجمه، بس يعني بعقب على اللي بشوفه يعني. موضوع اللي هو طالع جديد بقى اللي هو ايه الكيميتي والمصري اللي هو متعصب لحضارته وتاريخه وكل الحاجات ديت اللي هو انا كيميتي، وفي بقى الكيميتي اللي هو مش متعصب بس لازم يبقى متعصب ولازم يدافع عن حضارته. برضه بتفضل مواضيع التفرقة والتحريض. يعني حتى ان التحريض بقى لو مش هو لازم تقتله ولازم تعمله مش عارف وتتابعه، لا بقى تحريض بنوع تاني وهنتكلم فيه دلوقتي. فالموضوع ده انا متابعه. وبرضه بتفضل مواضيع التفرقه. يعني الاستاذ هشام الاول فرقنا بين ملحدين ومسلمين، وبعدين الملحدين المتعصبين والملحدين اللي اي كلام، وبعدين الملحدين بتوع بره والملحدين اللي بتوع جوه، الملحدين الداخل وملحدين الخارج. وبتفضل مواضيع التفرقه والتحريض شغالين. فيعني لازم we have to stop ده. يعني لازم نوقف مواضيع التحريض والتفرقة ده يا جماعة. الناس اللي بتطلع على اليوتيوب واللي بقى لها متابعين ولها يعني بقوا انفلونسر في المجتمع العربي والمجتمع المصري بالأخص، من سواء الطرفين زي الأستاذ هشام المصري أو آه، اللي هو عبد الله رشدي وهيثم طلعت اللي عمال يفرق بين المنطقة العربية والناس، ان ده ملحد وده مسلم وده يقول لازم نقتل ده وده لازم يقول ده نقتل ده. الموضوع يعني كبر جدا ولازم يكون فيه يعني حد يقاضي الناس دي قانونيا. ان هم عمالين يحرضوا كده كلمة القتل بقت سهلة جدا على لسان كل واحد من الناس اللي طالعة دهيت. فالمهم يعني عشان نتكلم على موضوع التعصب للحضارة، وانا كيميتي متعصب وانت كيميتي اي كلام، وانت مصري مش معترف بحضارتك. ووصلت لان احنا بقينا الناس دي تعاير الناس الدانية بالحضارات بتاعتهم، زي الحضارة العراقية والحضارة السورية والحضارات. لا انا حضارتي اقدم من حضارتك، انا حضارتي احسن من حضارتك. زي كأن الطفلين كل واحد ماسك لعبة ويقول انا لعبتي احسن من لعبتك وكده. هو طبعا مفيش شك ومفيش حاجة نقدر نقولها ان الحضارة المصرية طبعا حضارة جميلة جدا وحضارة مذهلة واذهلت العالم. ومفيش شك طبعا انا عملت الرحلة اللي هي بتاعت الاقصر واسوان على المركب الكروز. الكروز ديت رحلة الكروز. وشفت المعابد، وطبعا حاجة جميلة جدا وحاجة معجزات ان ازاي الناس دي من 5000 6000 سنة عملوا الحاجات دي كلها من غير اي تكنولوجي او ميكانيكس او ميكانيكال ليفت. طبعا دي حاجات دي محدش يقدر يقاوح فيها. طبعا ما فيش مجادلة. بس مش هتوصل بقى لدرجة ان انا اتخانق مع الناس واشتمهم واعايرهم وتوصل للعداوة. ان لا انت لازم تعترف بحضارتي وان حضارتي احسن من حضارتك، يا اما انتوا ناس متخلفين وناس مش كويسين. من خلال وانا هقول لك يعني ازاي الامريكان من خلال تجربتي انا الشخصية ومن خلال خبرتي، بس اقول لك ازاي الامريكان بيبصوا للحضاره وبيبصوا لمجتمعنا ومصر والحاجات دي كلها من خلال ما انا يعني احتكاكي والمده اللي الكبيره اللي انا عايشها هنا وخبرتي الشخصيه. يعني الرحله اللي عملتها من الاقصر واسوان، قابلت ناس امريكان كانوا على المركب معايا، آه، واتكلمنا مع بعض مثلا نقول 20 30 دقيقة. فأول 5 دقايق اتكلمنا عن الحضارة وإيه رأيك. حاجة جميلة جدا، شفت المعبد ده، شفت الرسومات ممتازة وحاجة جميلة جدا وشغل تمام. والناس دي كان مثلا قعدنا نتكلم 5 دقايق عن الموضوع ده. طب وبقية ال20 مثلا 30 دقيقة إيه اللي حصل؟
كنا بنتكلم على الاقتصاد. اقتصاد، أول كانوا من ولاية نيوجيرسي. ف نيوجيرسي اقتصادها ايه، تكساس اقتصادها ايه، الايجار هناك كام، الايجار هنا عندي كام، بتقبض كام، بقبض كام، الحياة حاجات كده يعني. بقية الحاجة بقى كنا بنتكلم على الاقتصاد، وهما ده الامريكان اهم شيء عنده الاقتصاد. عنده بعد كده هوت آه، حاجات يعني عادية، ماشي اوكي، نقدر نتكلم فيها، بس مش هنوصل لمرحلة بقى اللي احنا هنتخانق مع بعض. آه، فمن الواضح ان الاستاذ عند هشام المصري وصلت المرحلة مرحلة اوبسيشن يعني فتنة. بس هي كلمة اوبسيشن او اوبسيست بحاجة في المجتمع الامريكي، لما تقول كده دي كلمة كبيرة جدا وخطيرة، لان اللي بعدها بتبقى حاجات مش كويسه. يعني مثلا ايه، الناس اللي تتفرج على الافلام الامريكيه، في الفيلم اللي هو بتاع جيم كيري، كيبل جاي، لما كان هو بيشتغل في شركه ديش واعجب بزبون وبقى اوبسيسد بيه، وصلت لمشاكل في الاخر، وصلت لمشكله للطرفين، وعمل له وسبب له مشاكل كتيره جدا. كمان الفيلم بتاع روبرت دينيرو، انا مش فاكر الاسم بالظبط، اسم الفيلم، كان بيحب لاعب بيسبول، وكان اوبسيسد بيه، انه في الاخر برضو اخر فيلم مشاكل. في الافلام دي بتحكي عن حاجات بتحصل فعلا، انه شخص بيبقى اوبسيسد او مفتون بحاجة او بشخص تاني، لغاية ان هو بيسبب مشاكل. يعني مثلا واحد مفتون بممثلة، بيفضل بقى يدور هي ساكنة فين، بيفضل يراقبها، عايز يعرف هي بتتحرك ازاي، وبيسبب مشاكل للممثلة دي. او واحدة مفتونة بممثل، ممكن توصل، لو هو مثلا ما بيبدلهاش الاعجاب، ممكن توصل لو هو تتبلى عليه وتسبب له انه تهجم عليا او عمل اغتصابني وكده هوت. يعني كلمة اوبسيس دي قوية جدا هنا في المجتمع الامريكي. فمن الواضح انه الاستاذ هشام المصري بقى آه، وصل لمرحلة الاوبسيس بالحضارة المصرية، ان هو بدأ يشتم الناس، ويشتم الناس صاحبة الحضارات التانية، ويعايرهم ان لا انا حضارتي اقدم من حضارتك بيومين، يعني كده اهوت، يعني زي طفلين بيتخانقوا، اللعبه بتاعتي احسن من لعبتك، اللعبه بتاعتي اقدم من لعبتك، كده اهوت. يعني فعلا وصلت لمرحله ان انت بتشتم شعب، او بتهاجم شعب تاني، مش هقول بتشتم، مثلا بتهاجم شعب تاني عنده حضاره. ناس مثلا يقول زي مثلا الاخوه العراقيين بيعايرهم ان حضارته اقدم من حضاره الحضاره العراقيه والحضاره السوريه ومش عارف. ومثلا الاخوه الساكنين في الخليج، السعوديين وكويتا، دول ما عندهمش حضاره، ودول مش عارف عايشين في صحراء. خلي بالك يا جماعه، الموضوع ده هي بتاثر جدا. والاستاذ هشام المصري بطريقه او ما ممكن يسبب انه في مشاكل بدنيه، ومشاكل لناس مصريين عايشين في الدول دي، او ناس من الخليج في مصر. انت بتحفز فيهم حاجه ممكن ناس من المتابعين عندك يترجمها بدنيا، او يعني بطريقه سيئه، ان هو يأذي الشخص من الحضاره التانيه. طيب ازاي الامريكان بيبصوا لمجتمعاتنا يعني، والحضاره المصريه او مصر وكده؟ يعني في نقطتين. آه النقطه الاول، ازاي يعني بيبصوا للمصريين بقى، وانت عندك الحضاره ولازم الناس كلها تعترف ان انت حضارتك احسن حضاره، وانت علمتهم القراءه والكتابه، وعلمتهم مش عارف ايه، وبنيت ايه وكده هوت، وان الناس او العالم كله يدين لك بشيء، او انت عملت جميل للعالم. بس المشكله ان انت عايز تشوف هنا الامريكان بيقولوا لك انت وصلت النهارده لايه. انا ماليش دعوه بجد جد 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 جدك كان ايه، انت النهارده وصلت لايه.
انت النهارده ايه؟ مين؟ عملت ايه؟ قدمت ايه للبشريه دلوقتي النهارده؟ هي دي اللي بيبص لها المجتمع الامريكي، من خلال تجربتي انا الشخصيه، من خلال اللي قابلتهم في حياتي، ومن خلال اللي انا اعرفه، يعني بشوفه. انت وصلت ايه النهارده؟ انت مين؟ انت قدمت ايه للبشريه؟ انا ماليش دعوه بالحاجات حصلت من 5000 سنه. مثلا يقول لك سبب الانحلال والحروب والمش عارف ايه. طب ما هم كمان كانوا في حروب، والحروب الاهليه الامريكيه ديت اللي وصلت الاقتصاد الامريكي ستيت كتيره، ولايات كتيره وصلتهم على القاع. فهم وصلوا لايه النهارده، وانت وصلت لايه النهارده؟ فدي حاجه. الحاجه التانيه ان هو ازاي بيبص لك. مثلا انا جيت هنا في العشرينات، 21 سنه. جيت على بلد صغيرة جدا على حدود المكسيك، فيها حوالي 50,000 نسمة. في الوقت ده كان في 50,000 نسمة. بلد صغيرة جدا. السكان اللي فيها هم عبارة عن either أمريكي أبيض أو مكسيكي، أو من لاتين أمريكا، مكسيك أو أمريكي أبيض. فأنا في العشرينات 21، الناس اللي أعرفهم صحاب يعني في نفس المنطقة وكده، فبيلاقوا اللهجة. يعني أنا مش لاتيني، مش اللهجة زي المكاسيك. الإنجليزي بتاعي كان كويس شوية، فلما بتكلم معاهم بيقولوا لهجتك منين؟ أنت منين؟ بقول لهم أنا من مصر. I'm from Egypt. فين ايجيبت دي؟ Where is Egypt؟ نعم؟ إيه ده، أنت ما تعرفش ايجيبت فين؟ لا ما أعرفش ايجيبت فين دي. فين ايجيبت؟ قال لهم في نورث أفريكا، في شمال أفريقيا. في أفريقيا؟ طب أنت ليه مش أسمر؟ لان هم اللي يسمعون افريقيا كلهم طبعا اللي هم الافريكان امريكان، اللي هم اصحاب البشره السوداء. فانت ليه مش اسمر؟ اقعد بقى اشرح له ايه التاريخ والجغرافيا وليه انا مش اسمر. ف اللي هم من مثلا من الهاي سكول، يعني الثانويه العامه زي الثانويه العامه في مصر كده، لغايه مثلا اول الثلاثينات، ما اعرفش حاجه عنك خالص، ما اعرفش حاجه عننا خالص. يعني انا كنت فاكر ايه بقى، مثلا انا هوصل ان في امريكا انا بقى جاي بالعقليه بتاعتنا بتاعت مصر. لما اقول انا مصري، الناس هتقع على الارض من الفرحه ومن المفاجاه ومن الشرف بقى ان هو واقف مع ايه، مصري. لقيت لا، ما فيش حد من كل الشباب اللي انا كنت اعرفهم. ما كان في يعني مجموعه كبيره جدا من الشباب، لان انا كنت شغال في يعني حاجه فيها شباب كتير. فايش بالنسبه للشباب الامريكي من سن الثانويه العامه مثلا، نبدا من هنا لغايه اول الثلاثينات للثلاثينات، اللي اول 30 سنه، صدقني ما يعرفش اي حاجه خالص عن الحضاره المصريه، ولا يعرف اصلا فين ايجيبت. ولو سمع عنها، يعني مثلا من 100 شخص، لو ناس سمعت مثلا عن الحضاره المصريه او عن مصر، او حتى اي منطقه من الحضاره العراقيه، الحضاره السوريه، امازيغ، مش عارف ايه، بيسمع عنها كان من اهله لو كانوا هم سافروا مصر، او بيسمع عنهم لو هو بقى انسان مثقف جدا وبيحب حاجه مثلا التاريخ وكده، هو حاجه مثلا سبيسيفيك، بيروح بيقرا وياكل، هو يعني بيعرف عنها. لكن لو قلنا مثلا 100 شاب، اقول لك 5 بس مثلا اللي هم كانوا يعرفوا، ممكن يكونوا يعرفوا عن مصر والحضاره المصريه ومصر. بيعرفوا ايه؟ ده مثلا بالنسبه للامريكي الابيض. للمكاسيك اللي هم او اللاتين امريكا، ما اعرفش حاجه خالص عن مصر غير اللي هي المذكوره في البايبل، مذكوره في الانجيل. لان اللاتين امريكا دول ريليجيوس شويه، يعني متدينين شويه، ف بيروحوا كنايس وكده. فطبعا اسم مصر في الانجيل اسم هورشليم او هورشليم في الانجيل. مفيش حاجه ما يعرفوش اسمها الاصلي بتاع دلوقتي. فهم بس دي كل الحاجه اللي يعرفوها
عن مصر والتاريخ او القصص اللي حصلت في الانجيل عن مصر وعن منطقتنا العربيه. ده هو اللي كل اللي يعرفه. طيب بعد كده من 30 مثلا لسني دلوقتي مثلا في 50 اهو، برضو الكل اللي يعرفه عن مصر حد بيحكيهوله او معاه. مع دلوقتي بقى ايه، في الثلاثينات بدأنا نتوظف ونخش نقعد في مكاتب ونعرف نتعامل مع ناس. في البلاد الصغيرة دهيت مفيش عرب كتير ومفيش مصريين كتير، فطبعا ما يعرفوش حاجة خالص. لو هو بيتفرج على التلفزيون وبيتفرج على الأخبار وشاف حاجة عن مصر، أو بيتفرج على تسكافري شانل وجاب برنامج عن مصر أو حاجة زي كده، هو ده اللي هيعرفه عنه. بس إنه بقى متعمق وعايز يقرأ عن الحضارة بقى المصرية ويعرف كل حاجة دي، لا، مفيش. كمان اللي يعرف عن مصر، فلو 100 شخص مثلا من 30 ل 50 سنة بيعرفوا عن مصر، ممكن يكون انسان خدم في الجيش، شخص خدم في الجيش في الاير فورس مثلا القوات الجويه، وكان عنده مثلا ستيشن او قاعده في تركيا مش عارف ايه، عرف عن مصر، وقف في مصر كده. هو يعني اللي هم بتوع السلاح البحري، القوات البحريه كمان بتعرف لما بيروحوا يزوروا البحر المتوسط والبحر الاحمر، فممكن يكونوا عارفين عن مصر شويه. كمان بالنسبه بقى لللاتين امريكان والمكاسيك والمكسيكان، برضو اللي يعرفوا عن البايبل، ولو كان خدم في الجيش او حاجه زي كده، او تاجر عنده بيزنس وبيستورد حاجات من مصر، ما فيه القطن وحاجات مزروعات مثلا بيجيبوها من مصر او بيصدروا لمصر. يعني اللي يعرف عن مصر يعرف حاجات زي كده. او بيكون اهله، ما دلوقتي بقى ايه، بقى في 30 50 يعني يكون اهله كبروا شويه، عملوا طلعه سياحيه وراحوا زاروا مصر او المنطقه العربيه اللي هم فلسطين والاردن وكده. ف يعني هو ده اللي يعرفوه، الناس الكبيره اللي في السن 50 بقى 70 وكده، دول برضو بيعرفوا عن مصر يا اما من الانجيل، لان احنا دلوقتي بقى في سن كبير ومن الناس بتبدا يبقى عندها وقت تروح الكنيسه وكده، فبيبقى دول ناس عارفين عن مصر ومنطقتنا العربيه من خلال الانجيل والقصص اللي حصلت في الانجيل والتوراه. اكتر من كده ان تقول واحد مثلا يروح جايب كتاب متخصص ويتكلم عن الحضاره المصريه ويقراه ويتمعن فيه وكده، لا الحقيقه لا، مفيش. فاللي انت الناس المجتمع الامريكي، واللي انا بس بتكلم عن نفسي بس، فان هو يشوف الحضاره المصريه، يا لو يعرف وعنده خبره وعنده ثقافه عن الحضاره المصريه، هيقول لك واو، اوه ده بيراميدز، سفنكس، المعابد، التمبلز، رمسيس، مش عارف ايه، هيتفاعل معاك بس لمده يعني 15 دقايق، وهيقول لك الواو وخلاص. ان انت جاي من انت وعايز يعرف انت رحت شفت did you see the pyramids, did you get inside، انت دخلت جوه الهرم، طب المعابد ومش عارف ايه، بس زي ما انت واحد امريكي هيروح عندك في مصر وهتساله انت كنت في الديزني لاند، انت رحت الديزني لاند، رحت اليونيفرسال ستوديو كده، يعني انت برضو واو انا شفتها في التلفزيون، والديزني لاند جميله والديزني لاند كبيره وشفنا مش عارف ايه، زي ما انت هتعمل لما تشوف امريكا عندك في مصر. يعني في اسكندريه لما بنشوف المراكب الجيش الامريكي جات ووقفت عندنا وبينزلوا يتمشوا مثلا شويه في البلد، كان من زمان، دلوقتي ما اعتقدش بيعملوا كده. كنا بنروح نسالهم ايه انت بتشوف ميكي ماوس، انت مش عارف بتروح الديزني لاند، انت منين، من ولايه ايه، زي ما هم بالظبط هم بيعملوا كده لو عندهم ثقافه. لان
مثلا الثانويه العامه عندنا في مصر، لو انت انسان حتى طالب متوسط، بيكون عندنا احنا بندرس تاريخ وجغرافيا، والثانويه العامه بتاعتنا صعبه جدا. هنا الثانويه العامه عندهم تعتبر ممكن تتساوى بالاعداديه مثلا في مصر، او في بلادنا العربيه يعني. مش قويه جدا. هو بيدرس كل الحاجات دهيت، تاريخ وجغرافيا. لما يوصل لمرحله الابتداء عايز يخش الجامعه، بيسموها بري كلاسز او بريكويست. بيدرس شويه تاريخ وجغرافيا بس حاجه عامه جدا. اللي بيدرس اللي عايز يدرس عن التواريخ والحضارات والحاجات التاريخيه، بيبقى بيخش متخصص كليه متخصصه في الحاجات دي. فمن اوفرول بشكل عام، الناس اللي تعرف عن الحضاره المصريه وداخله فيها قويه جدا، لو قلنا في 100 شخص جبناهم من المجتمع الامريكي، في حوالي بس ممكن اقول 10%، 10 اشخاص من ال 100 شخص دول عارفين جدا الحضاره، عارفين كويس جدا مثلا في الحضاره المصريه وتاسيسها وكل الحاجات ديت. وحتى يعني كده هو برضو لما بيقابلك وتقول له انا مصري، ما بيغمش عليه ويقع في الارض. واللي انا مصري تلاقي بقى زي ما كنا معتقدين او بنسمع في بلادنا، الناس اللي هي بقى بتقعد تكذب علينا والحاجات دي. ما احنا خلاص فوقنا لما شفنا الحاجات دي وشفنا البلد من بره، وتقعد تكذب عليها مصر وانا مصري والمصري. الحقيقه من خلال تجربتي انا الشخصيه، محدش عمل كده خالص. فلو اتقابلت مع امريكي وطلع بيعرف مصر، من الاخر هم بس 5 دقايق كلمة الواو، ويسألك كام سؤال وخلاص. بس كده بس. فلان هو بعد كده عايز يعرف انت بقى ايه، عملت ايه، انت دورك ايه في الكون ده، في الكوكب ده. انت بقى يعني عملت ايه بعد كده، انت مين. يعني مثلا دكتور مصري او دكتور عراقي او مهندس مصري، او ده دكتور مثلا انا عارف في المجال ده هو، وعارف مثلا لما الدكتور المصري الناس بتروح تزوره مخصوص، مش بتقول عشان هو مصري وعنده حضارة، لا، بتقول عشان هو شاطر وكويس دلوقتي، دارس وعارف وفاهم دلوقتي هو متفوق على الدكاترة الامريكان الاصل كده هو. ف يعني بيبصوا انت مين دلوقتي، انت بتعمل ايه، مش جدك عمل ايه، لا. بس برضه في نفس الوقت بيعترفوا بانها حاجه واو، حاجه جميله جدا، حاجه فعلا يعني من 5000 سنه عملوا الحاجات دي، يا اوكي خلاص، وصلت لهم الفكره، اخذوا الفكره. بس بعد كده مش زي ما احنا كنا بنعتقد في مصر بقى، ممكن يروح جاي من كتر ان هو معجب جدا بالحضاره دهيت يروح جاي يعطيك عيل من عياله مثلا. لا للاسف، كل الحاجات دي كانت الناس اللي بتقول لنا الحاجات دي كانوا بيضحكوا علينا، كانوا بيستغفلونا، كانوا بيلعبوا بعقلنا، كانوا مستهبليننا. اللي انت هتطلع بره بلاد بره ويعرفوا اللي انت بقى مصري، واو ايه ده، مصري هنا جنبي، مش ممكن. لما نقلت، انا قعدت في المنطقه دي 20 سنه، ولما نقلت في منطقه اكبر اللي هي دالاس اريا هنا، فورت وورث، في عرب كتير، في مصريين كتير. برضه ما حدش قال لي من المصريين اللي انا قابلتهم، ومن العرب اللي من العراقيين ومن السوريين اللي انا قابلتهم، ما حدش قال لي انه الناس كانت بتوع على الارض لما عرفوا هم مصري ولا عراقي ولا لا، بالعكس. يعني يعني الامريكي بيقول لك انا ماليش دعوه انت كنت ايه، وريني انت دلوقتي ايه، انت هتقدر تشتغل ازاي. انا مش هبني تفكيري او رايي عليك من خلال حضارتك. تمام. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها انه نظريه المؤامره. طبعا دي الكل يعرف بقى ان الغرب بيتآمر علينا، مسلمين او عرب او مصريين، ومش عايزيننا نتقدم، ويبعتوا لنا الحاجات الاباحيه واللبس والاغاني. لازم الغرب كله
وبيتامروا علينا ونظريه المؤامره وعايزيننا ما نتقدمش وعايزيننا مش عارف ايه. وطبعا الناس كلها عارفه القصه دهيت، قصه المؤامره. الحقيقه لما جيت هنا ده كان همي اول ما جيت هنا، يعني كان فعلا هو عايز اعرف هل فعلا الغرب بيتامر علينا. فبالنسبه كان شغلي انا كنت بشتغل في جهه، يعني بقول لك في شبكه كتير كده حكوميه يعني كده شويه. كانت في الايميلات وكده اهوت متوفره ليا، وقنوات الاخبار ومش عارف كنت اتفرج على قنوات الاخبار اشوف هل في الامريكان ده بيصحى الصبح يحط الاخبار بتقول يا جماعه يلا نتامروا على العرب والمسلمين. الحقيقه لا. طيب اتفرج على ESPN واشوف مجلس الكونجرس اللي زي مجلس الشعب عندنا في مصر، هل الناس دي بتحط مثلا خطة خمسية انه هنتآمر بقى نتآمر على العرب والمسلمين والمصريين ولا السعوديين ولا العراقيين ازاي؟ الحقيقة لا. طيب كان لسه بقى من زمان لسه ما كانش فيه بقى اليوتيوب والانترنت لسه مش اقوياء زي دلوقتي، فما كنتش بحضر اليوتيوب ولا حاجات زي هي، ما كانش فيه. فكان كلها اما مثلا الاخبار او القنوات الاخباريه وقنوات اللي بيحطوها على ESPN اللي هي عن مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس المحليه ومجلس الولايه وكده هو. مفيش. طب اتفرج على اللي هو الكونجرس بيستجوب مدير المخابرات او وزير الدفاع او مش عارف ايه، لا مفيش برضو. ما كانش في حد بيتأمر علينا خالص، محدش بيجيبني سيرتنا خالص غير لما عفوا يعني حد من عندنا يعمل مصيبة إرهابية. مفيش حاجة كانوا بيتكلموا عليها غير ان ازاي نوقف الإرهاب دي والناس دي. طب احنا بنديهم سلاح ليه؟ طب احنا بس الإرهاب. وطبعا لما حصل اللي هو بتاعت 9/11 والكلام ده طبعا يعني ما خلوش الحقيقه، يعني ما خلوش حاجه بيتكلموا عليها الا ان ازاي الناس دهيت معتقداتها وتفكيرها ارهاب في ارهاب. وما قالوش لا ازاي نتامر عليهم ونخليهم، لان من الواضح ان احنا بنتامر على نفسينا. ما هو الناس عماله تفرق بيننا، اذا كان مثلا واحد زي هيثم طلعت ولا عبد الله رشدي ولا عفوا يعني الاستاذ هشام المصري، كلنا ما احنا عمالين نتامر اهو، ما احنا عمالين نفرق في بعض. هم محتاجين يفرقونا ليه؟ ما هو انت عملت لي تفرقه عنصريه، انا كلمتي متعصب وده العراقي احسن من، لا مش كده هو. يعني ما هو احنا مش مستنيين حد يتامر علينا، لان احنا بنتامر على نفسينا. واذا جيت للحق يعني هو مش هيتأمر عليك عشان تسيب الاسلام ده، بالعكس لو امريكا عايزه تتأمر عليك او الغرب عايز يتأمر عليك هيخليك في الاسلام، لان انت وفي دينك او يعني في اللي انت بتعمله هناك. واخرنا وحرم علينا مش عارف المطابع، وحرم علينا الانك، وحرم علينا مش عارف ايه. ما هيخليك في ده. ما انت لو رجعت بلد اسلاميه تانية وطبق الاسلام، ما خلاص بقى كل العلوم دي موضوع علوم ناس كفره وحرام وكده، فكل الحاجات دي هتتلغى لو انت بقى. فما هو مش محتاج يتامر عليك، هو محتاج لو عايز فعلا يتامر عليك هيخليك في الدين بتاعك زي ما انت عايز، اذا كان اسلام او مسيحيه او وريفر، هتخليك زي ما انت فيه. فالحقيقه انه مفيش حد، النقطتين ان مفيش حد اللي انت مصري صاحب حضاره بقى انه بيغمى عليه لما يشوفك ويقع على الارض او يطير من الفرح او اعترافا من الجميل بيديك عيل من عياله ولا يديك بيته ولا يديك عربيته. والحاجه التانيه ان مفيش حد بيتآمر علينا. فانا بنصح الاستاذ هشام المصري، لانه يعني بليز يا اخي بطل العنصريه دهيت. وانا بقولها لك من راجل يعني متعلم، يعني انت عارف يمكن قصتي والناس عارفه يعني انا بدرس ايه وكنت بشتغل فين وكده هوت. فانا بديها لك انت مش ملاحظ، انت عندك يمكن التحريض وانت يعني كل شويه تطلع بتقول الفيديو اللي فات معلش انا بعتذر بس اتصلحت نفسي. يا اخي الكلمه طلعت خلاص، كلمه التحريض
طلعت وخلاص عرفنا انت بتفكر في ايه. فانت ممكن يعني انت حولت نفسك والناس اللي بتتابعك، وخصوصا الناس اللي بتتابعك، يعني بليز خلي بالكوا يا جماعه، ما تخليش الاوبسيشن والحاجات ده هي تاثر فيكوا وتفرقك عن اخوك المصري. خليك انت مواطن، كلنا مواطنين وبس. انت حولت الناس دي لكالت. يعني ايه؟ يعني مجموعه دينيه ليها افكار متطرفه، يعني بتعمل حاجات بقى كده هو، زي مثلا مين؟ الكي كي كي، الكلوز كلان، اللي هم بيلبسوا ابيض دول وتلاقيهم خارمين الطرطور الطويل وطويل قوي الخرطوم، وبيقلبوا الصليب وبيحرقوه، ودول ضد كل، مثلا ضد الناس الافريكان امريكان، ضد اليهود، ضد العرب، وبيقتلوهم يعني، او بيحرقوا محلاتهم والبيزنس بتاعهم. فانت ممكن بموضوع الكيميتي بقى متعصب وكده ممكن تتحول لبرضه كالت، وتعمل كده هو. يعني مثلا افرض واحد مصري شغال في السعوديه، وانت عمال تقول السعوديين دول مش عارف ايه، وصحراء بدو، وكان بنديهم كسى الكعبه، وكانوا بياكلوا ورق شجر، وانت تخلي واحد سعودي كده هو متعصب يروح جاي شاف واحد مصري يروح جاي اذيه، او واحد سعودي في مصر وانت عمال تقول الحاجات دهيت يروح جاي اذي السعودي. انت مش عايز يكون سبب اذية شخص بسببك انت، على ايدك انت. فخلي بالك من التحريض، مش لازم يكون تحريض كده بالظبط، يعني او روح اقتل، ده تحريض بس كمان اللي انت تسبب الكراهية بين الناس، ده كمان نوع من انواع التحريض. فخلي بالك يا استاذنا، الكلام ده هو لازم تعرفه، ولازم تعرف ان انت اوكي خلاص، احنا نعترف ان انت بقيت انفلونسر، ناس لسه بتتابعك، ناس لسه بتتكلم معاك وبتتفاعل معاك، ماشي خلاص، احنا لازم نعترف ده وبقينا قدام الامر الواقع. بس خلي بالك بقى ان انت ممكن تتسبب في اذية ناس، اكيد. تمام. فدي حاجة. تاني حاجة مثلا، انت حضرتك يعني بتقول ان انت بتروح بتتابع مع دكتورة نفسية من المانيا، يعني اعتقد انها مش نافعة، اعتقد ان لازم تروح للميديكيشن، لازم تروح للادوية. آه، تقول يعني اولا الانجليزية بتاعتك مش الجريت يعني، فانا مش عارف انت بتتعامل معاها، بتتخاطب معاها ازاي، وبتتكلم عن نفسك ازاي مع دكتوره من المانيا. وحتى لو هي بتتكلم انجليزي، اللكنه الالمانيه تقيله جدا، تبقى زي ارنولد شوالزنيجر كده، او بيبروك. فيعني اللهجه الاوروبيه زي هولندا، الداتش والالمان وكده، اللكنه بتاعتهم تقيله شويه، عشان طبعا دي يعني لغة غريبة، يعني لغة تانية، فبتبقى تقيلة شوية. فلو هي كمان يعني عايشة في ألمانيا، يعني ما بتستخدمش الإنجليزي كتير، فمعنى كده إن هي كمان برضو الإنجليزي بتاعها مش قوي جدا. فأنا مش عارف أنت بتتعامل معاها إزاي. وانا سمعت لما حضرتك قلت مش عايز اروح عند واحد مصري، دكتور نفساني مصري، ويقول لي اتكل على الله ومش عارف ايه. لا، دور وهتلاقي. او يعني دلوقتي حان الان الاوان ان ممكن بقى، انا خلاص يعني ان شكل المعمليه العلاج النفسي مش شغال. وانا كان ليا راي في العلاج النفسي من زمان، وقلت على كذا فيديو، وقلت ان الناس لازم الادويه كمان مع العلاج النفسي. فانت قول لها، قولي لي جيبي لي اكتبي لي دايجنوسيس، تشخيص، وبتاخد التشخيص دوت وتروح لدكتور فاميلي براكتس ولا فاميلي ميديسن، وتقول له بص انا كذا كذا وعطيتني التشخيصين دول، انا عايز ادويه للحاجات دي. اخي هشام، لازم 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 تبطل موضوع التحريض والعنصريه وكده، هو ما يعني ما فيش منه فايده. وبعدين حضرتك يعني في التناقض بقى هنا، وانا مش عايز ابقى قاسي عليك شويه، بس هنا برضو التناقض. طب ما انت كنت بتعاير على على المتدينين والاسلاميين ان هو بيتعامل بالحضاره الاسلاميه من 1500 سنه، وكنا رجل في الصين ورجل في الاندلس، وكنت بتعايب عليهم. انت دلوقتي مرجعنا 5000 سنه، بتت... ب... 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 الحضاره المصريه القديمه
انت رجعتنا يعني هم من 1500 سنه، طيب انت دلوقتي رجعتنا 1000 5000 سنه، فهل يعني انت تعتقد ده هي مش تناقض؟ فانت ايه الفرق بقى بينك وبين المتدين المسلم اللي هو عمال يفتخر بالحضاره الاسلاميه؟ فاهم انت ازاي؟ فاتمنى يعني اللي انت يعني تخلي بالك انت بتقول ايه، لان انت طلع منك كلام كتير اعتذرت عليه، بس الكلام طلع خلاص، الكلام طلع، عرفنا توجهاتك ايه، عرفنا في دماغك ايه. فخلي بالك من اللي انت بتقوله بعد كده، لان انت زي ما قلت لك انت بقى عندك متابعين، عندك معجبين، عندك كده هوت، خلاص بقى ده امر واقع، وشكلك انت مستمر لان انت بتحب الموضوع ده هوت. فانا يعني انا من الناس اقدر مجهودك لجمع المعلومات، بقدر مجهودك اللي انت بتنفق على حاجات، بتجيب كاميرات، بتجيب ميكروفونات، بتجيب حاجات كده هو، بقدر المجهود ده اللي انت فعلا you love what you're doing، ودي مهمة جدا. ف بس خلي بالك اللي انت ممكن تتسبب في اذية ناس، ممكن تسبب في مشاكل كتيرة جدا. ليه؟ لان ده برضه، لان في المتابعين، في المعجبين، في الناس ممكن انت شكلك بقت اوبسيسد بالحضاره المصريه، وعمال تشتم في عراقيين وتشتم في، لا انا بشتمهمش، بحب الشعب العراقي، لا بس انت استحقرت منهم وبتعايرهم لا. فخلي بالك، خلي بالك عندك الوعي انت بتقول ايه. خلي بالك برضو ان في ناس دلوقتي بتتابعك متعلمين فاهمين، بيوزنوا كلامك. فمن الواضح جدا جدا جدا، يعني واحد بالنسبه لي انا واضح جدا جدا ان في بقت التفرقه العنصريه، في التحريض الغير مباشر. وانا شايف ان ممكن يعني ناس انت تسبب في مشاكل لناس كتير، واحنا يعني اخر حاجه اللي انت تحس اللي انت بقيت سبب في اذيه حد. انا عارف ان انت بتقعد تنكر، انا ما حرضتش ده، انا قلت الكلام ده هوت من وكنت سكران، ولا كنت محشش، وكنت مش عارف ايه، وقلت الكلام ده وتراجعت عنه. تمام، برافو عليك، دي خطوة اولى، تمام. بس برضه خلي بالك زي الناس اللي هم السلفيين دول لما مسكوهم وراحوا المحكمة، يعقوب ده ولا حسان ولا مش فاكر اساميهم بالظبط، اول حاجة عمل ايه؟ انا ما قلتش كده، او قلت لا ما قلتش كده، ما حرضتش انا. بينكر، بس اللي عمله خلاص، ناس راحت سافرت وبقوا ارهابيين وعملوا وماتوا وقتلوا وتسببوا في اذية ناس، ورجع دلوقتي هو ايه؟ بينكر. فانا مش عايز حضرتك تكون برضو انه السبب في اذية ناس. والناس اللي بيتابعوك يا جماعة يعني برضو خلي بالنا، يعني خليكم واعيين شوية وبصوا للكلام ب ب ب بنظرة حادة، او بنظرة من خلال الكلام نشوف الكلام ده مغزاه ايه، وهل انه الكلام ده بيفيدك في ايه. بتحب بلدك، تمام، بتحب بلدك، بس يعني حب بلدك ورينا ايه الحب، ورينا ايه انت بتحب بلدك ازاي. يعني مثلا انا بتكلم عن نفسي، مثلا انا بحب امريكا، لو لقيت ورقه على الارض زباله مش عارف ايه بلمها، بدفع الضرايب ما بغشش، بتبع القانون، لو لقيت حد بيعمل حاجه غلط ببلغ عليه. نفس اللي عملته في مصر لما نزلت، لان انا بنحب مصر كده. في المناطق السياحيه لما كنت هناك كان في زباله بشيلها على جنب، كان في ناس كذا، قلت للشرطي بدفع الضرايب اللي عليا، بعمل كل حاجه. ده طريقه حب البلد، مش من ورا الكمبيوتر ومن ورا شاشه الكمبيوتر وانا بحب بلدي، وانا بحب بلدي، مش بلدي انا بحبها. لا، عايز تحب بلدك ورينا، بروف ات، مش بس من خلال كلام وكلام وكلام، لا. شوف انت مثلا في مصر، انا عارف يعني مجتمعاتنا مختلفة شوية، بس you do your you do the right thing. انت اعمل اللي عليك، اعمل الصح. لما تعمل كده ده فعلا دليل على انت بتحب بلدك، ما بتغشش، ما بتسرقش، ما بتلم مثلا زبالة من على الارض، عندك مثلا اطفال المنطقة اديهم كتاب يقروه، حاجات كده فعلا هي تدل على ان انت فعلا بتحب بلدك، مش بس من ورا
الميكروفون، وانا بحب بلدي وانا بحب بلدي يعني في طرق كتيرة جدا تعملها تبين اللي انت بتحب بلدك. فبس ده اللي انا كنت عايز اقوله، بس تعليقي على مؤخرا فيديوهات الاستاذ هشام المصري. ففعلا يعني شيء بصراحة alerting، يعني فعلا لازم يلفت الانتباه، ولازم الناس هي اللي تقول لا يا استاذ هشام ما تحرضناش على بعض، لا يا استاذ هشام ما تفرقناش، ما تبقاش عنصري. وانا بشوف الناس يعني بترد عليه بتقول له انت بقيت عنصري، انت عنصري، انت بتستعايرنا كده هو، وهو بيرد عليهم ايه، لا لا انت بس عشان متعصب. الدينايل، بالدينايل اللي هو بيكذب او بينكر ان هو فعلا بيعمل كده، وهو عارف اللي هو بيعمل كده، هو عارف اللي هو بيفرق، هو عارف اللي بيتكلم كلام عنصري، هو عارف ان هو بيحرض تحريض غير مباشر. فيا اخي انت بقى عندك محتوى كويس، وبقول لك انا بقدر وبشكرك جدا على كل المحتويات اللي بتقدمها. ان مجهود، قدمت مجهود وعملت مجهود تلم المعلومات ومش عارف ايه، اوكي على المحلل السياسي والمحلل الاقتصادي والفيلسوف وكل حاجه ديت. لو انت معتقد كده وانت بتحب كده و it looks like you like it looks like you love what you're doing and you think that you are philosopher and يعني انت تمام ماشي، ما احنا عارفين كل الحاجات اللي هنا، واللي انت obsessed بموضوع اعتقالك وموضوع مش عارف ايه، بس كفايه كده يعني كفايه. فانت خلي بس المحتوى اللي انت عايز تقدمه بس، بلاش بقى عنصريه، بلاش تعاير الناس، بلاش تحرض على الناس تحريض. انت دلوقتي التحريض المباشر خلاص ما بقتش تعمله، ماشي، في بقى دلوقتي التحريض الغير مباشر واضح جدا، واعتقد انت واضح بالنسبه لك، لان الناس بتقول لك، عماله تقول لك انت عنصري وانت كده هوت. فده واضح تمام. ففي الاخر يعني اتمنى ان الناس اللي بتسمعك تسمع يعني ما توصلش لمرحله الاوبسيسد بالكلام اللي انت بتقوله، وما تتبعش اي تحريض انت بتعمله، وتفكر انه بس انا دلوقتي النهارده في الساعه دي انا بقيت ايه، وقدمت لمجتمعي ايه، وقدمت لكوكب الارض ايه، وبقدم له ايه. اللي انت تبقى فخور بحضارتك المصريه وحضارتك العراقيه وحضارتك، جميل جدا جميل جدا، بس يعني خليك اوكي فخور تمام، بس اعرف ان الحاجات ده حصلت من زمان جدا، من الاف السنين، وان دلوقتي هو المطلوب منك انت دلوقتي ايه وانت مين. يعني بقول لك يعني الناس بتروح لدكتور مصري مش عشان هو مصري او عنده حضاره من 5000 سنه، لا، هي بتروح عشان هو دكتور شاطر ودكتور مؤدب ودكتور يعني عارف هو بيعمل ايه. فمش بتروح عشان انا الحضاره المصريه بقى انا اروح للدكتور ده، لا لا، بتروح عشان هو دكتور شاطر النهارده في الوقت ده، هو احسن من دكتور من امريكا ومن المانيا ومن استراليا ومن wherever. تمام. فاتمنى انه انا مش بنصحك، انا مش بنصح حد، انا بس بقول يعني بحاول اوجهك، اعتبرني المستشار المحلل السياسي بتاعك، بوجهك ليه؟ عشان سلامتك، عشان سلامة الناس اللي بتسمعك، عشان محدش يسبب مشاكل لحد وتكون انت السبب. فأتمنى أني أكون أفدتك وأفدتكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم. باي باي.